بسم الله الرحمن الرحيم. بومهدي عماد الدين، رئيس فريق الفتح الرياضي السطاتي لكرة اليد. اليوم سطات الحمد لله نالت شرف تنظيم دوري كأس العرش إناث، والحمد لله انطلاقه الحمد لله بدات انطلاقه حسنه. كاينين 4 ديال الممثلين ديال المغرب اللي هما فريق ديال النواصر، فريق ديال وجده، وكاينه رابطه ديال سيدي عثمان، وكاين الحي المحمدي. تنتمناو ان هذا الشرف اللي نهلناه اننا ننظموا هذا كاس العرش هذا زعما يعود على المدينه ديالنا بواحد المنفعه. لا من واحد الناحيه ديال ان السلطات، الناس، الجماهير، البنات ديالنا يتسونسيبيليزاو، يعني يكون عندهم واحد الحماس ان زعما يشوفوا بان راه كلشي ممكن، راه الاناث تما واصلين، تما عندهم بطوله ديالهم، تما عندهم تمثيليه ديالهم، تما تيربحوا تما تيخسروا. وتنتمناو اننا نكونوا حنا في المستوى، نبينوا لهم بان راه كره اليد المغربيه المهم راه غاده، وان الاستمراريه غادا تبقى بالتكوين، وغادا تبقى بواحد المساعده، لا من ناحيه ديال لا من ناحيه ديال الناس اللي هم هنا في المدينه، ولا من ناحيه الجامعه، ولا من ناحيه نيت دابا الضيوف ديالنا اللي تتركب اللي تتكون اللي تنديروا معاهم دابا واحد العلاقات اللي يمكن تخول لنا اننا نديروا معاهم شراكات، واننا نستافدوا من زعما من الخبرات ديالهم، ونستافدوا من العطاءات ديالهم ان شاء الله في الموسم القادم. بسم الله الرحمن الرحيم. بطبيعة الحال اليوم حنا كتشهد مدينة سطات النصف النهائي ديال كأس العرش بين فرق النسوية النواصر، وجدة، ليزمو ديال وجدة، رابطة سيدي عثمان، وجماعة حي المحمدي. هاد الفرق بربعة كتبارى باش الفائزين في النصف اللي غيلعبوا النهائي غدا ان شاء الله في مدينة سطات، المدينة اللي شهدات إقلاع في كرة اليد من خلال المسيرين اللي رفعوا التحدي وردوا كرة اليد سطاتية المسار الصحيح ديالها. هادو شباب اللي عطينا ثقتنا فيهم باش يساهموا في تنظيم هذا العرس الرياضي، والآن بتواجدنا كنحسوا بأن الكل راضي على المستوى وحفوات الاستقبال والأمور التقنية كلها رهن إشارة ديال الأندية باش ينجح هذا العرس الرياضي. تنظيم النهائي ديال